السلام عليكم ورحمة الله أصدقائي المشاهدين، مرحبا بكم في فيديو جديد على قناة وسيم. كما تعلمون لا علينا أصدقائي، في هذا الفيديو جئتكم بطريقة سهلة لتعلم أي لغة جديدة في المنزل. لا علينا، دعونا نبدأ على بركة الله. وهنا قبل البداية فقط سوف أعطيكم بعض النصائح لتعلم أي لغة. نعم، وأولا وهو معرفة هدف تعلم تلك اللغة في حياتك، يعني إذا كنت راح تتعامل بها مع الناس ولا تستخدمها في حياتك اليومية مثل الإنجليزية أو الفرنسية، وإلا تتعلمها إذا كنت راح تسافر لبلاد معينة مثل كوريا وما شابه. نعم، وثانيا وهي محاولة جعل العادة روتين يومي في حياتك، يعني تقراها يوميا، ماشي تقراها شغل اليوم وغدوة تحبس وغير غدوة تكمل وغير غدوة تحبس. هذه ما تصلحش، لازم تقراها كل يوم ولا ما تقراهاش خلاص، باسكو كي تقراها كل يوم راح شغل توالف تقراها وتجيك سهله خلاص. ثالث حاجه خاوتي اللي هي انكم تستمتعوا بتعلم تلك اللغه وما تحسوش بلي انكم راكم تتعلموها اجباري. من حاجه كي تتعلموها اجباري راح تجي شغل ثقيله وصامته هك بعض الشيء، وبالعكس حاجه كي تعود مستمتعين بها راح تجي خفيفه ويعني سهله. وايضا هناك نصيحه رابعه وبالنسبه لي وهي الافضل، وهي مشاهده الافلام بتلك اللغة التي تتعلمها. فإذا كنت تتعلم اللغة الإنجليزية شاهد أفلام باللغة الإنجليزية وهكذا. والآن أصدقائي نأتي إلى طريقة تعلم اللغة. وكما نعلم يا أصدقاء هناك الكثير من الطرق لتعلم لغات جديدة في حياتك. كاين اللي يتعلمها خوتي من الكتابات ويكتب يعني، وكاين اللي يتعلمها عن طريق السمع، وكاين اللي يتعلمها عن طريق الهاتف والحاسوب. وانا شخصيا افضل طريقه يعني الكتب والسمع، يعني من جربتها من قبل خاوتي وجاتني سهله، وكل واحد واش يفضلها. ولا علينا يا اخوان، سوف اعطيكم طريقه سهله ومجربه لتعلم اللغه. اولا نحضر ورقه او اي ورقه، ولكني افضل هذه الورقه ستيكرز ولا اعرف كيف يسمونها. وها هي امامكم الورقه يا اصدقائي، كما تلاحظون نكتب عليها تو دو ليست، ويعني هي مهام علينا ان نقوم بها في تلك اللحظة. وها نحن كتبناها، والآن نقوم بالكتابة عليها بعض المهام السهلة للقيام بها أثناء تعلم اللغة، مثل هذه المهام أمامكم. وفي الآخر نقوم بتعليقها في مكان واضح لنراها أمامنا. نعم، وعند الانتهاء من كتابة قائمة مهام تو دو ليست يا أصدقاء نعلقها في مكان واضح كما رأيتم. نعم يا أصدقاء، وملاحظة فقط صغيرة، إذا لم تتمكنوا من يعني إكمال المهام لا تيأسوا ولا تستسلموا. فأنا في الأول كنت لا أكمل المهام، كنت ساعات حتى ما نديرهمش خلاص، وبالعقل حتى وليت نكمل، ومش نكملهم كامل، ندير وحدة زوج وصاي بركات منه. بالعقل كل يوم نتعلم 5 كلمات 6 كلمات 2 كلمات، المهم تتعلم على شهر ولا على شهرين تلقى راك مليح في اللغة هذيك. ونعم يا أصدقائي، وصلنا إلى نهاية الفيديو. اشتركوا في القناة إن لم تكونوا مشتركين، واضغطوا زر الجرس لكي يصلكم كل جديد، وديروا لنا لايك وسلام.